السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في كورس Become a Power BI Data Analyst. معكم أخوكم عامر شكري. هنتكلم إن شاء الله النهاردة في أول سيشن بعنوان Discover Data Analysis. هنتعرف فيه على الداتا أناليسيس، هنتعرف شوية عن الكونسبتس الخاصة بالداتا أناليسيس اللي من المهم جدا أي حد داخل المجال لازم يكون عارفها كويس. تمام؟ ده يعتبر السيشن الأول من الموديول الأول في الكورس بتاعنا، واللي هو بعنوان Get Started with Microsoft Data Analytics. فعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله السيشن النهاردة هيبقى فيه مقدمة كده هنتكلم فيها أو هندردش فيها شوية عن الداتا أناليسيس. هناخد فيها مثال كده بسيط عشان نقدر نفهم يعني إيه داتا أناليسيس. بعد كده هنعرف اوفر فيو كده عن الداتا اناليسيز ايه هي، وهنعرف الانواع بتاعتها او الكاتيجوريز المختلفه دي داتا اناليسيز، لان هي مش يعتبر حاجه واحده كده وخلاص، لا ليها كاتيجوريز مختلفه. وهنتكلم شويه بعد كده على الرولز ان داتا، هنشوف الناس اللي شغاله على الداتا ديت، لان مش الداتا اناليست بس هو اللي شغال على الداتا لكن في اكتر من رول شغال على الداتا وهنتعرف عليهم كلهم. وطبعا في الاخر هنتكلم على التاسكس او الحاجات اللي بيعملها الداتا اناليست. عشان تكون محلل بيانات شاطر لازم تتخيل نفسك ان انت في رحله كده مع الداتا. كل اللي حواليك في المؤسسه او الاورجانيزيشن او الشركه اللي انت شغال فيها لازم كل دي يعتبر بالنسبه لك داتا. معاملات على الداتابيز، سيرفيسز جايه من داتا مختلفه، اكسل شيتس مختلفه مثلا بتعالج حاجه معينه، كل دي يعتبر داتا لازم تاخد بالك منها كويس. تمام. على سبيل المثال مثلا لو جينا نتكلم مثلا على موقع من المواقع اللي هي البيع اونلاين مثلا، اللي احنا طبعا الموجوده في حياتنا اليوميه، مثلا هنشوف ان محلل البيانات او الداتا اناليست هيتعامل مع كم كبير جدا مع الداتا، هيجمع داتا كتير عن الحاجات اللي الناس مثلا بتبص عليها او اللي بتشتريها، هيشوف عدد الصفحات اللي انت بتزورها، مثلا الانماط المختلفة للناس اللي بتخش الموقع، هيشوف ده مهتم بايه، مثلا ده مهتم بالادوات المنزلية، ده مهتم باللبس، ده مهتم بالحاجات ديت، لازم يحدد الحاجات ديت. الحملات الموقع بيعملها مثلا زي حملات دخول رمضان، عيد الأم، العيد الكبير، العيد الصغير، الكلام ده كله. لذلك احنا بنعتبر ان الداتا ديت او المعلومات بمعنى اصح هي يعتبر الاصول الاستراتيجيه لاي بزنس او اي شركه، لان فهمها واستخدامها بشكل احترافي هيأثر طبعا على الشركه بشكل ايجابي جدا. عشان كده كل الشركات هتلاقيها بتكافح عشان تقدر تستفيد باكبر قدر ممكن من الداتا. تمام. طيب لو احنا بقى اخدنا الكلام ده ورجعنا للمثال بتاعنا السابق، هنلاقي الموقع ده بيستفيد من المعلومات اللي عنده اللي اتكلمنا عليها ديت، اللي هو بيجمعها. تمام. في عمليات مثلا زي عمليات الجرد، يشوف ايه اللي بيتباع اكتر، ايه اللي بيتباع اقل، ايه اللي مثلا بيقعد فترة عنده كتير وما بيتباعش، الكلام ده كله. تحديد عادات الشراء للناس في الموقع، مثلا الكشف عن انماط واتجاهات المستخدمين زي ما قلنا كده، اللي بيدور على الادوات المنزلية، اللي بيدور على الملابس، اللي بيدور على الالكترونيات، الحاجات دي كلها. التوصية بالمشتريات، عشان انت لما بتيجي مثلا لما تخش على موقع من ده عاوز تشتري حاجة معينة، تلاقي جايب لك في حاجات شبه الحاجة ديت ممكن تشتريها، في تجار تانيين ممكن تشتري منهم نفس الحاجة ديت بس بأسعار مختلفة، أو اللي هي ديت النقطة التانية اللي هي تحديد تحسينات السعر. لو حب يحسن أو يشتري من مكان تاني في سعر أقل مثلا. وطبعا وقف الاحتيال، لو في مثلا حد بيحتال او بينصب مثلا ان هو بيبيع حاجه والحاجه دي مش طلعت فيك في الاخر، مش طلعت مظبوطه. تمام. طيب فنيجي بقى لحاجه تانية دلوقتي، يعتبر المفتاح للتعامل مع الداتا ديت هي ان انت تكون قادر على التخيل وسرد قصه، يعني ان انت تتكلم بقى تقول تسرد قصه، بمعنى انا عاوز مثلا اعرف الفلو بتاع مثلا منتج معين خلال عام، فده يعتبر قصة لازم تمشي وراها. المنتج ده مثلا باع في شهر يناير كام، المنتج ده باع في شهر فبراير كام، المنتج ده قل مبيعاته في شهر فبراير بسبب حاجة معينة. دي كلها يعتبر قصة انت
انت لازم ايه، لازم تبقى متخيل انت ممكن تعمل ايه. فانت بتشوف انت عاوز ايه وعاوز توصل من الداتا ديت بايه. وده طبعا بيتم من خلال ايه، من خلال صياغه تقارير واضحه الايه المعنى يعني، مما يساعد الايه البيزنس ليدر على ان هو ياخد ايه اجراءات عن البيانات اللي تم جمعها دي كلها. تمام. وطبعا كلما كان بامكان الشركه اتخاذ اجراءات سريعه او قرارات سريعه او دقيقه بمعنى اصح بشكل اسرع، زاد ايه قدرتها التنافسيه وكانت الميزه الافضل اللي تستمتع بيها. وطبعا بدون ان انت ايه، بدون قصه او بدون اللي انا قلته ده مثلا كمثال، انت مش صعب ان انت تفهم البيانات اللي عندك ديت، او مش صعب ان انت تفهم البيانات عاوزه تقول لك ايه. تمام. فدي الحاجة التانية طبعا من أكتر التحديات اللي ممكن تواجهها في الشركة، إن الشركة أساسا ما عندهاش ثقافة الإيه، ثقافة البيانات أو الاعتماد على البيانات. فده طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده، أو في العصر اللي احنا فيه، يعتبر ده حاجة من الفشل الذريع. لأن طبعا لو أنت ما اعتمدتش على ثقافة البيانات وثقافة تحليل البيانات ديت، أنت مش هتبقى مواكب للسوق. وزي ما قلنا إن الإيه، إن سرعة اتخاذ القرار بتزيد من القوة التنافسية أو القدرة التنافسية للشركات. تمام. طيب دلوقتي بقى إيه، عشان تقدر تستخدم البيانات دي لازم تمشي البيانات ديت في بروسيسنج معين، والبروسيسنج ده اللي احنا بنسميه الداتا اناليسيس. فالداتا اناليسيس يعتبر هي عملية ايه، تحديد وتنظيف وتحويل للداتا بتاعتك. تمام. لاكتشاف معلومات ايه مفيدة او ذات مغزى ايه، هينفع بعد كده ايه الشركة بتاعتك. تمام. بعد كده ممكن ايه نقول ان بيتم صياغة البيانات ديت مثلا في قصة من خلال ايه التقارير زي ما اتكلمنا في الجزء اللي فات، عشان بعد كده يعمل ايه، يحدد او عشان ياخد بقى قرار حاسم في حاجة معينة. تمام. طيب الداتا اناليسيس ديت لها ايه، ليها كاتيجوريز مختلفة. اول حاجة اللي هو ايه ديسكريبتيف، اللي هو ايه الوصفي، ديسكريبتيف اناليتكس، ودياجنوستيك، والبريدكتيف، بريسكريبتيف، والكوجنيتيف. تمام. الوصفي والتشخيصي والتنبؤي والتقديري والمعرفي. طبعا الحاجات دي كلها ايه هنعرف عنها فكرة بس بسيطة. الاول حاجة الديسكريبتيف ايه، ديسكريبتيف اناليتكس، وده بيجاوب على السؤال اللي هو ايه what has happened based ايه based on historical data. بيقول لك ايه اللي حصل بناء على داتا ايه، داتا سب. تمام. من خلال الايه، من خلال طبعا الديسكريبتيف ايه اناليتكس تكنيكس، انت بتقدر تلخص التغييرات اللي حدثت ديت علشان تعرف الحدث ده حدث ليه. تمام. وده يعتبر ايه بتوصل صورة دقيقة لإيه للحدث قبل كده مثلا، عشان تقدر تشوف الاختلاف اللي حصل بين فترة زمنية وفترة ايه زمنية ايه، زمنية أخرى. تمام. أو فترة زمنية ايه مماثلة. زي مثلا انت بتشوف حجم مبيعاتك مثلا، وليكن في السنة دي، هل حجم مبيعاتك زاد عن السنة اللي فاتت ولا قل؟ تمام. ده اللي بيوضحه لك الايه descriptive analytics. طبعا ده بيتم عن طريق الايه الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتورز. تمام. دي يعتبر من ناحية الاستراتيجيات الموجودة في descriptive analytics. تمام. طيب النوع التاني بقى اللي هو الدياجنوستيك اناليتكس، وده بيجاوب على السؤال اللي واي بقى، واي ايفنت هابند. احنا شفنا ان الديسكريبتيف بيقول لك ايه اللي حصل في الفترة اللي سابقة، ده بيقول بقى ليه اللي حصل، او ليه الحاجات دي حصلت، او ليه مثلا تم زيادة في الانتاج او تم خفض الانتاج مثلا او المكسب من السنة دي عن السنة اللي فاتت. تمام. فده اللي بيجاوب عنه الدياجنوستيك اناليتكس. تمام. ويعتبر الدياجنوستيك اناليتكس ده يعتبر ايه مكمل اساسي للايه الديسكريبتيف اناليتكس. تمام. لان هو بيعتمد على الايه اللي حصل عليه الديسكريبتيف اناليتكس. زي ما قلنا كده طبعا ده بان حجم المبيعات او فرق المبيعات من فتره لفتره بان في الايه ديسكريبتيف اناليتكس. تمام. فهو بقى بيقول لك او بيشوف بقى، بيعتمد على الحاجات اللي انت عملتها دي عشان نشوف ده بقى حصل ليه. تمام. وده بيتم في 3 خطوات أساسية. 3 خطوات ان هو بالايدنتيفاي انوماليز ان ايه ان ذا داتا، مثلا انت بتحدد الحاجات الشاذة في الداتا اللي طلعت مثلا،
في فرق في الشاذ اللي هو مثلا احنا ايه، في فرق في الايه، في فرق بين انتاج السنه دي وانتاج السنه اللي فاتت في نفس الفتره. تمام. بتحدد بقى بعد كده، بتجمع كل الداتا المربوطه بالايه، بالحاجه الشاذه ديت حصلت ليه بين الفتره دي والفتره ديت في خلال عامين يعني. وبعد كده بتستخدم التكنيكس المختلفه، الاستاتستيكال ايه تكنيكس، عشان تشوف الايه العلاقه بقى، تشوف هل مثلا ده بسبب مثلا تعويم او زيادة اسعار او مش عارف ايه الكلام ده كله، عشان تعرف الفرق ده حصل ليه. تمام. احجام الناس مثلا على الشراء، لا الناس بتشتري اكتر، مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام. دي بالنسبة للدايجنوستيك ايه اناليتكس. طيب نيجي بقى للبريدكتيف ايه اناليتكس، وده بيساعد على ان انت تعرف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. what will happen in ايه in the future. يبقى عرفنا الديسكريبتيف بيجاوب على سؤال ايه اللي حصل، ماشي. الدياجنوستيك بيجاوب على ايه سبب اللي حصل ده ايه، والبريدكتيف اناليتكس بيجاوب على ايه، ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لو مشينا على نفس النسق. بمعنى ايه، ان هو بيعتمد برضو على الهيستوريكال داتا. تمام. فطبعا ده بيستخدم بقى ايه عشان يبدأ يشتغل، عشان ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لو الموضوع بتاع استمر معانا، لو استمر مثلا زيادة في الأسعار، إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل. ده بيعتمد على طبعا إيه شوية إيه حاجات إحصائية، زي مثلا statistical techniques مثلا، أو الماشين ليرنينج. تمام. دي من ضمن الحاجات اللي هو بيستخدمها بقى النيورال نتوركس مثلا، أو الديسيشن تريز، أو الريكيرجن. تمام. طيب نيجي بقى للنوع الإيه الرابع، وده بريسكريتيف إيه أناليتكس. ده يعتبر برضو نوع من انواع البريدكتيف يعني، بس ايه بيجاوب بقى، بيبقى فيه كور شويه يعني، بيسلط الضوء ايه الاكشن اللي انا ممكن اخدها بقى علشان احقق هدف او احقق اوبجكت معين في المستقبل. لكن هو مثلا البريدكتيف ده بيعتبر ايه، هو بيجاوب ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لو مشيت بنفس النسق ايه، على معتمد على الايه الهيستوريكال داتا. لكن ايه بقى انا عاوز اعمل ايه الاكشنز اللي انا باخدها مثلا علشان ايه اقلل بقى مثلا، وليكن إيه، انا مبيعاتي بتقل من سنه لسنه، ايه بقى الجول او الهدف اللي انا عاوز اعمله، او الاكشن اللي المفروض اخده علشان ايه، بناء برضو على الحاجات اللي حصلت، او بناء على نتائج الدياجنوستيك اللي هي ايه، بيحصل تعويم، بيحصل زيادة أسعار، بيحصل مثلا إحجام للناس. أعمل إيه بقى عشان أحقق الهدف بتاعي، إن أنا أزود مبيعاتي بقى السنة الجاية مثلا. هل مثلا أعمل حملات، هل أعمل تخفيض للسعر بتاعي، هل أنا مثلا أشوف التوزيع بتاع المنتجات بتاعتي بتتوزع بشكل صحيح. الكلام ده كله إيه داخل جوه البريسكريبتيف إيه أناليتكس. تمام. وده طبعا بيشتغل على الإيه الماشين ليرنينج بشكل أساسي، عشان يقدر نطلع الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الجولز والتارجتس اللي انا المفروض اخدها، او الاكشن قصدي، عشان اطلع الاكشنز اللي المفروض اخدها عشان احقق الجولز بتاعتي. تمام. النوع بقى الاخير اللي هو كوجنيتيف اناليتكس، وده بيحاول استخلاص الاستنتاجات بقى من البيانات والانماط الموجوده، واستخلاص النتائج بناء على قواعد المعرفه السابقه. طبعا انا خلاص عرفت ايه اللي ممكن اعمله علشان يحصل كذا، اللي حصل ده بسبب ايه، مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص انا عندي دلوقتي تطبيق عملي، مش هبدأ ابص تاني على ايه اللي حصل وحصل ليه والكلام ده كله. خلاص انا عرفت ان انا ابدأ بقى احط الاستنتاجات بتاعتي بناء لو حصل مثلا تعويم انا المفروض بعمل كذا، لو حصل مثلا زيادة أسعار المفروض بعمل كذا، اللي حصل مش عارف إيه إحجام للناس أعمل لهم عروض، وهكذا. دي كلها مبنية على النولج بيز اللي أنا باخدها من الحاجات السابقة اللي حصلت لي. تمام. طيب دي يعتبر الأنواع المختلفة للداتا داتا أناليسيس. يبقى الديسكريبتيف، الدايجنوستيك، البريدكتيف، البريسبكتيف، والكوجنيتيف. دول 5 أنواع للداتا أناليسيس. تمام. نيجي بقى للرولز اللي للناس اللي شغاله جوه المجال. تمام. وحصل ليه بقى موضوع الرولز ده؟ لان طبعا التطبيقات والبرامج اللي احنا بنتعامل او بتتعامل مع الداتا اصبحت كبيره جدا ومعقده. تمام. وبالتالي مش كل حاجه هتترمي على الداتا اناليسيز او الداتا اناليست. تمام. في ناس مسؤوله عن ان هي
الفلو بتاع الداتا مسؤول عنه، الناس مسؤولة عن أمن الداتا مثلا، مسؤولة عن تجميعها، ناس مسؤولة عن تحليلها وهكذا. طيب من هنا بقى نقدر نقول إن اللي هيتم أو اللي بيتعامل مع الداتا هم يعتبر خمسة بيرسون. أول حاجة اللي هو بيزنس أناليست، وداتا أناليست، وداتا انجينير، وداتا ساينتست، وداتا بيز ادمنستريتور. تمام. نبدأ بقى أول واحد وهو البيزنس اناليست. ده مش شرط يكون في الشركة حد اسمه بيزنس اناليست بس ودي شغلته الوحيدة، لكن ممكن يشيل معاه الجزء بتاع الداتا داتا اناليست. تمام. ممكن يبقى واحد مسؤول عن الجزئيتين مع بعض. بس اللي بيفرق بين البيزنس اناليست والداتا اناليست ان الداتا البيزنس اناليست ده بيكون اقرب للبيزنس من الداتا اناليست. تمام. ويكون قادر عن هو يفسر الفيجواليزيشن او شكل التقرير او. لكن لو الداتا اناليست ده عنده نفس درجة الفهم للبيزنس، خلاص هما ممكن واحد يشيل الجزئيتين. تمام. يبقى بيزنس اناليست ده كل اللي بيعمله ان هو بيفسر او بيبقى عارف البيزنس بتاع الشركة ماشي ازاي، اللي هو عاوزه، الفيجواليزيشن اللي ظهر او الريبورت اللي اتعمل ده بيقدر يفسره اكتر، بيعرف من خلال التقرير او الفيجواليزيشن اللي تم ايه اللي ممكن يتعمل، ايه اللي اثر في حجم المبيعات مثلا، ايه اللي اثر في حجم الانتاج، ايه اللي اثر في الحاجات دي كلها. فهو بيكون قادر على تفسير الكلام ده اكتر. تمام. طيب نيجي بقى للحاجه اللي احنا بنتكلم عليها اصلا الداتا اناليست، وده بيبقى دوره ان هو اصلا يعمل ماكسمايز او يعظم الفاليو من الداتا بتاعته. تمام. ان هو يعظم الداتا من يعظم قيمه الداتا اللي بيحصل عليها من خلال طبعا تنفيذ تقارير احصائيه او من خلال الفيجواليزيشن اللي بيعمله. طيب اختصاصياته بقى او هو مسؤول عن تمام. اختصاصياته اول حاجه ان هو لازم يكون مسؤول عن تصنيف وتنظيف وترانسفورمنج للداتا. تمام. ان هو مسؤول عن بروفايلنج للداتا، تصنيف الداتا اللي جايه له وتنظيفها. طبعا ان هو الداتا اللي جايه له دي اكيد فيها حاجات مش مظبوطه، لازم ياخد باله منها. وتحويل الداتا ان هو مثلا يحول حاجات الداتا مثلا السترينج يحولها الانتجر، الديت يحوله ايام واشهر واسابيع والكلام ده كله عشان يقدر يتعامل مع الداتا دي. وبرضه من ضمن المسؤوليات ان هو تعميم يعتبر وبناء نماذج بيانات اللي هي الداتا موديل فعالة وقابلة للتطوير، وتمكين وتنفيذ إمكانات التحليلات المتقدمة في التقرير اللي بيعملها للتحليل. يعني إيه الكلام ده؟ إن هو لازم يكون في عندنا حاجة اسمها نموذج بيانات، خلاص زي ده بلوك. تمام. أنا خلاص نظفت الداتا والكلام ده كله، بعمل الداتا بتاعتي ديت في حاجة اسمها الداتا موديل. ده يعتبر اللي احنا نشتغل عليه فترة كبيرة طبعا، أو هنتعرف عليه أكتر في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله تعالى. تمام. فهو مسؤول ان هو لازم يعمل اكتر من داتا موديل، لازم يعمل الداتا موديل دي تكون شغاله وممكن فعاله بمعنى اصح، وتكون قابله للتطوير، انها ممكن ازود فيها حاجات اقلل فيها حاجات، الكلام ده كله. تمام. طبعا المسؤوليه طبعا اساسي ان هو يكون مسؤول عن اداره اصول او اجزاء الباور بي اي، زي الداشبورد، زي التقارير، زي الورك سبيس. تمام. زي داتا سيتس اللي احنا هنستخدمها في التقارير دي كلها من مسؤولياته. طبعا مسؤول طبعا عن اجراءات الامان المختلفه اللي المفروض ياخدها حسب متطلبات العمل، اللي طبعا لضمان الحفاظ على اصول الباور بي اي. تمام. وطبعا احنا لازم يتعاون مع الناس التانية في نفس الرولز او في نفس اللي بيشتغل على الداتا. تمام. زي مثلا لازم يتعاون مع واحد زي الداتا انجينير علشان يحدد مصادر الداتا اللي هتفي بمتطلبات العمل، وهنعرف موضوع مصادر الداتا ده لما ندخل على الجزء بتاع الداتا انجينير. تمام. اللي بتفي بمتطلبات العمل، وطبعا بيتعامل معاه عشان يكون اب تو ديت، عشان نشوف العمليات الجديدة اللي هيتم وتحسين عمليات السابقة. تمام. وطبعا بيتعامل مع الداتا بيز ادمنستريتور عشان يضمن وصول آمن للداتا اللي
هيشتغل عليها، اللي هيعمل لها ايه داتا اناليسيس. تمام. طيب نيجي بقى ايه نبص على الداتا ايه داتا انجينير. الداتا انجينير ده بيكون مسؤول على اعداد داتا بلاتفورم ايه تكنولوجيز، زي مثلا ايه ريليشنال داتابيز، زي النون ريليشنال داتابيز، او الداتا ستريم، او فايل ستور. دي كلها تمام من مسؤولياته. تمام، سواء كانت اون بريمسيس او ايه او كلاود. تمام. وطبعا مسؤول ان ايه يضمن تدفق بيانات بشكل امن وسلس من خلال ايه الداتا بلاتفورم ايه دي كلها. تمام. طيب الداتا انجينير ده وظيفته ان هو بيتعامل مع كم كبير وكم مختلف تماما من الداتا. مش هو احنا ما بنشتغلش في الداتا اناليسيز مثلا على ريليشنال داتابيز بس، لا، في مصادر تانية هو ايه ممكن يستخدمها علشان ايه يطلع الداتا المطلوبة، وعشان نجمعها كلها ويبدأ ايه يتعامل معاها ايه الداتا اناليست. تمام، دي وظيفة الايه الداتا انجينير. في حاجات زي ما قلنا كده بياخدها من الريليشنال داتابيز العادية، في حاجات بياخدها من النون ريليشنال داتابيز، في حاجات بياخدها من حاجة اسمها داتا ستريم، من الفايل ستور. ده كله من الحاجات اللي ايه بيتعامل معاها الداتا انجينير، وبيبدأ يصدرها او للداتا اناليست عشان يقدر ايه يشتغل عليه. دي وظيفته، يعتبر الايه داتا انجينير ببساطة شديدة يعني. طيب نيجي بقى عليه الايه للداتا ايه الداتا ساينتست، ودول انا بعتبرهم الناس المشعوذين، لان هم بيشتغلوا بقى على ادفانسد بقى ايه ادفانسد داتا ايه اناليتكس، عشان تطلع بقى قيمة من الداتا ديت. ودول في أغلب الوقت شغالين على إيه البريدكتيف أناليسيس أكتر من إن هم بيشتغلوا على الديسكريبتيف إيه الأناليسيس. وطبعا دي بتقيم الداتا عن طريق إيه حاجة اسمها إيه Exploratory Data Analysis EDA. تمام. طيب نيجي بقى نبص على الإيه البريدكتيف أناليسيس دي بنستخدمها فين؟ بنستخدمها في الماشين ليرنينج. تمام، اللي بيستخدموها طبعا الداتا ساينتست دول عشان يقدر يعمل حاجه داتا موديل يستخدمها عشان يقدر يحدد الانحرافات بقى والانماط بتاعت الداتا. تمام. طيب احنا لو بصينا كده لوهله كده نبص هنلاقي ان الداتا اناليست مش مرتبط خالص بالداتا ساينتست. ده شغال في جزء، تمام، وده شغال في جزء تاني. ده يعتبر الداتا اناليست ده شغال على الديسكريبتيف مثلا اناليسيس. تمام. لكن الداتا ساينس شغال على البريدكتيف ايه اناليسيس شويه. لكن في الاساس ان هو بيحتاج طبعا الداتا ساينتست للداتا اناليست عشان يقدر يدور جوه البيانات، عشان يقدر يحدد الاسئله اللي عاوزه اجابات. وبالتالي هو بيحتاج الايه الداتا اناليست لعمل تقرير مثلا معين، او تصور معين. تمام. نيجي بقى لايه الراجل الطيب اللي هو ايه الداتابيز ادمنستريتور. ده دوره طبعا ان هو بيمشي او بيدير الجوانب التشغيليه للكلاود ناتيف ايه او الهايبرد داتا بلاتفورم اللي بيتم انشائها عن طريق الايه الايجور مثلا، او مايكروسوفت ايجور، او مايكروسوفت ايه سيكوال سيرفر. تمام. طبعا ايه تامينه، طبعا التامين الداتابيز دي من الحاجات الاساسيه للداتابيز ادمنستريتور. ان الداتا تدفق الداتا جوه الداتابيز يكون سلس جدا، لانه هو طبعا بيبص على البرفورمانس بتاع الداتابيز، بيشوف بيعمل اوبتمايزيشن للداتابيز بتاعته. وطبعا بيكون على صله مع الستاك هولدرز عشان ينفذ الايه السياسات تنفيذ السياسات اللي هم عاوزينها، والادوات، ويشوف الادوات والعمليات الخاصه بالايه بالباك اب والايه والريكفري. تمام. ده كله بالنسبه للايه الجزء بتاع الايه الداتابيز ادمنستريتور. بكده احنا اتعرفنا على الرولز بتاعت الداتابيز. اول حاجه البيزنس اناليست، تاني حاجه الداتا اناليست، بعد كده الداتا انجينير، بعد كده الداتا ساينتست، وبعد كده داتابيز ادمنستريتور. نيجي نبص بقى على الايه التاسكات بتاعت الراجل الطيب اللي احنا مفروض هنعملها. التاسكات بتاعت الراجل اللي هو بتاع داتا اناليست. تمام. اول حاجه هي هي البريبير. تمام. البريبير انت طبعا بصفتك محلل بيانات، فانت هتكون شغال بين حاجتين اساسيتين خلال عملنا مع الباور بي. اول حاجه البريبير والموديل. ماشي. وده عشان تظبط الداتا بتاعتك، لان البيانات الناقصه او الغير صحيحه بيكون لها تاثير كبير جدا على على الديسيجنز اللي هتتم.
وبالتالي طبعا ايه لو احنا مثلا حطينا داتا او الداتا كانت ناقصة او غير صحيحة بينتج عنها طبعا تقرير ايه غير صحيح، وتأثير سلبي طبعا على ايه قرارات الايه العمل. يعتبر جزء اللي ايه الداتا بريبير او داتا بريبيريشن، يعني يعتبر هو اول خط او اول خطوة احنا بنشتغل عليه. طيب داتا بريبيريشن دي تعريفها اسمه ايه؟ تعريفها ان هي عملية ايه تصنيف وكليننج وترانسفورمينج للايه الداتا بتاعتك عشان تكون جاهزة للايه الخطوات التانية اللي هي الموديل والايه الفيجواليزيشن. تمام، ديت ايه ده تعريف الداتا بريبريشن. يبقى هي عملية لتصنيف الداتا وتنظيفها وتحويل الايه البيانات عشان تكون جاهزة للايه المراحل الايه اللي جاية. تمام، وبمعنى اكثر بساطة يعني عشان ايه نتكلم على البريبريشن قبل ما نخش على الموديل. هي عملية إن أنت بتاخد الداتا أو الرو داتا يعني وتحولها بقى لمعلومات مفهومة وموثوق بيها من خلال بقى شوية خطوات أنت إيه بتعملها، زي مثلا على سبيل المثال للحصر مثلا أنت بتتأكد من سلامة الداتا اللي جاية لك، بتشوف بتصحح البيانات الخطأ مثلا أو غير دقيقة يعني بمعنى أصح، بتحدد البيانات الميسنج أو الداتا المفقودة بمعنى أصح يعني، وتحويل البيانات طبعا من نوع لآخر زي ما قلنا كده. مثلا أنت بتحول ربما مثلا جاي لك الديت، مثلا جاي لك سترينج مش تقدر تتعامل معاه بتحوله لديت عشان تقدر تتعامل معاه يعني. فبمعنى صح انت ايه بتخلي البيانات اللي جايه لك ديت بتخليها اكثر قابليه للايه للفهم يعني والايه والقراءه. تمام، ده مختصر ومفيد بالنسبه لايه الداتا بريبريشن. نيجي بقى الخطوه الثانيه اللي هي ايه الموديل. ظبطنا خلاص الداتا بتاعتنا، تمام، ندخل بقى على ايه الداتا موديل، ودي عملية تحديد ازاي تقدر تربط الجداول ببعضها. وطبعا ده بيتم عن طريق ايه انشاء علاقات بين الجداول ايه وبعضها. وطبعا ممكن نحسن النموذج اللي هو الموديل ده من خلال ان احنا نعمل ايه ميجرز او حسابات مثلا نضيفها جوه الجداول ديت علشان نعمل اسراء للداتا بتاعتي. معنى ايه؟ معنى مثلا الجدول بتاعي ده مش باين فيه الافرج بتاع الايه المبيعات مثلا كل شهر، ممكن اضيف الميجر بتاع الايه المتوسط مبيعات، ده يعتبر ميجر مش موجود ضفناه، فايه طبعا زود قابلية او زود ان انت تبقى فاهم اكتر للداتا بتاعتك. حبينا نضيف مثلا حاجة الماكس، مثلا ماكس فاليو خلال الشهر، تشوف هو مبيعاتنا دي زادت خلال الشهر ده قد ايه او زادت في انهي شهر مثلا. ده بالنسبة للحاجات من ضمن الميجرز اللي انت ممكن ايه تضيفها في الداتا موديل. لازم طبعا ناخد بالنا ان خطوة الموديلنج دي خطوة مهمة جدا وحساسة جدا، لانها هتساعد المنشأة او الشركة بتاعتك ان هي تكون عندها رؤية واضحة من خلال التقارير طبعا ايه اكثر دقة وبقلل الوقت اللازم لعمل التقارير. ومن جهة الايه الباور بي اي، لو التقرير بطيء مثلا او عملية تحديث بطيئة، فاحنا لازم نرجع للخطوتين اللي هما الايه داتا بريبريشن والايه داتا موديلنج. تمام، عشان اكيد في خطأ احنا عملناه، تمام، ادى لايه بطء التقرير او بطء الايه الفيجواليزيشن بتاعنا. تمام، طيب نيجي بقى الخطوه الثالثه وهي خطوه الفيجواليزيشن. خطوه الفيجواليزيشن ديت هي خطوه بنقول برينج يور داتا تو لايف، يعني بخطوه اضفاء الحيويه للداتا بتاعتك. ودي الخطوه نقدر نعمل التقرير باشكالها المختلفه اللي بتساعدنا على فهم ما تعنيه ايه هذه البيانات، بحيث يمكن او يمكن اتخاذ ايه اتخاذ قرارات دقيقة وحيوية. تمام، طيب الخطوة بقى ايه الرابعة يعتبر ديت ايه analyze task. وديت طبعا الناس هتقول ده هم 3 خطوات بس اللي بيتعملوا في الباور بي اي، اللي هي البريبريشن والموديل والفيجواليزيشن. لا، ما هو انت نسيت الخطوة اللي انت المفروض اصلا انت بتشتغل عشانها، اللي هي الايه analyze. انت بتعمل الخطوات السابقة دي كلها علشان تعمل الانالايز للداتا دي. تمام، فدي خطوة مهمة جدا لفهم طبعا وتفسير المعلومات اللي انت عملتها اللي انت ايه بتعرضها في التقرير بتاعتك. فانت كباور بي اي داتا اناليست لازم تكون على دراية طبعا بالايه بالقدرات التحليلية للباور بي اي، وتستخدم الامكانيات ديت عشان تقدر تشوف الرؤى مثلا وتحديد الانماط المختلفة والاتجاهات المختلفة والتنبؤ من النتائج. تمام، وطبعا توصل الافكار دي بطريقه يمكن للجميع فهمها. تمام، دي الجزء او التاسك بتاعت الانالايز.
والحاجة الأخيرة طبعا اللي هي إيه المانج طبعا من اسمها كده إن أنت بتكون بتدير بقى الحاجات بتاعت الايه الباور بي اي اسيتس اللي هي زي ريبورتس مثلا داشبورد ورك سبيس الداتا ايه داتا سيت والكلام ده كله. طبعا مسؤول عن موضوع الشيرنج للايتمز ديت وازاي توفر لها الامان التام عشان مش اي حد يطلع على الداتا دي طبعا. وبتقلل من الايه بتقلل من الايفورتس بتاعت الدبليكيشن اللي هي التكرار مثلا في ان انت تستخدم الحاجه اكتر من مره مثلا او تعمل حاجه اكتر من مره. فدي برضه ايه من الحاجات اللي تبع الرولز بتاعتك اللي هي المانجمنت ايه اوف باور بي اي اسيتس. تمام. طيب احنا كده بيعتبر ايه خلصنا السيشن بتاعنا. شفنا خدنا كده نظرة على الاوفر فيو على الداتا اناليسيس وعرفنا تعريفها ايه وعرفنا الكاتيجوريز المختلفة فيها. عرفنا برضو الرولز اوف داتا زي مثلا الناس اللي شغالة على الداتا دي عرفنا هم كام واحد وكام شخص او كام رول ممكن يشتغل على الداتا من اول بزنس اناليست لحد الداتابيز ادمنستريتور وشفنا كل واحد الرول بتاعته ايه. شفنا التاسكس اللي بيعملها الداتا اناليست من اول البريبريشن للداتا لحد الايه المانجمنت او المعنى صح الانالايز للداتا والمانجمنت للايه باور بي اي اسيتس. تمام كده يعتبر احنا خلصنا السيشن بتاعنا ان شاء الله. يا رب يكون بس ما يكونش فيه لبس في اي نقطة من النقط اللي احنا اتكلمنا عليها. وأتمنى يكون المعلومة وصلت لكل الناس. وطبعا احنا مع بعض على الجروب الواتساب أو في الكومنتس بتاعت الفيديو. لو في أي حد محتاج أي حاجة مش واضحة أنا تحت أمره في أي وقت. هتسألني سؤال وإن شاء الله أجاوبك عليه على طول بإذن الله تعالى. أشوفكم إن شاء الله في السيشن جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.